هلو يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. اعذروني جاي أتأخر عليكم تنزيل المقطع، واليوم نزل لكم فطور يوم الجمعة، بس تعرفون بالمونتاج هواي يتأخر ولازم ترتيبات وتعديلات للمقطع، وأسرع لكم هواي شوي، يعني هواي شوية المقطع، لأن المقطع إذا صار طويل يصير بيه ملل يعني، فحبيت اليوم أسرع لكم إياه. وهذا فطور يوم الجمعة، وإحنا معروف عن أهل البصرة ضروري لو الغدا لو الفطور لازم سمك، واليوم سويت وياكم سمك قلي. وأول بداية بديت بالحلا، فحبيت الحلا يصير يعني سريع وسهل ما نتعب روحنا هواية. سويت جلي وضفت ويا الجلي كيوي، وخليت الجلي يعني يبرد إلا قمص خليته بالكاسات الخاصة مالتي. وراح أحضر وياكم الحشوة مالت السمك القلي، يعني حسب أكو ناس تحبه وأكو ناس ما تحبه، فإحنا نحب نسوي هاي الحشوة مالت السمك. أول بداية راح أضيف الزيت وأخلي البصل أقطعه على شكل هلال، وضفته حمسته ويا الزيت، وضفت عليه البهارات على مود يذبل عندي البصل. ضروري يعني تخلي البهارات والملح على مود بسرعة يذبل البصل وما يتعبش بالحمس. خليت الكاري والكركم وخليت البهارات المشكلة وهمين ملح وياهم وحمسته وكملت. ومن بعدها راح أضيف الكشمش على مود الكشمش شوية إنه يستوي ويا البصل وما يتعبني أو يقرط أو مبين إنه ما مستوي. وهنا أنا طبعا حضرت التمن طبخته وخليت عليه الزيت على مود كل شي كامل عندنا وبسرعة نخلص فطورنا. وهنا أنا طبعا شاركتكم بتحضير الزلاطة، همين زلاطة الخس كلش حلوة ويا السمك، وراح أضيف عليها الخل مالت الطرشي لأن طعمه كلش حلو وظل عندنا من الطرشي، فطعمه يعطي طعم كلش طيب للزلاطة، فقلت لازم أخليه ويا الزلاطة. صارت الزلاطة كلش حلوة، سلامكم العافية. وهنا أنا طبعا عندي سمك غسلته وملحته وغسلته همين من الملح، وحضرت إليه التتبيلة مالته. المرة خليت شوية ملح وكركم وكاري وسبع بهارات على مود ينطينا طعم حلو ويطلع عندنا السمكة شلون اللي يعني حلوة هيك الشقرة يسمونها بالقلي. فقليته هنا واحنا نقلي السمك قريب الأذان يعني بدقيقتين بثلاثة، لأن بالسفرة السمك من هو طالع من النار يعني من الزيت وحار يصير طعمه كلش حلو بوقت الأكل. فإحنا هيك وقتنا. وهنا أنا حضرت وياكم السفرة وخليت الحشو وخليت السمك، وسلامكم العافية، طلعت كلش طيبة وتمنيتكم وياي، وسلامكم العافية وبالعافية على فطوركم. ولا تنسون اللايك والاشتراك بقناتي، أحبكم هواي وباي باي.